السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد وان شاء الله الفيديو يعجبكم. النهارده فيديو بسيط جدا جدا، طريقه سهله جدا لطريقه عمل الصوص الشوكولاته بطريقه سهله وبسيطه، مكونات برضو بسيطه واقتصاديه جدا. تعالوا نشوفوا هنعمله ازاي. بصوا القوام بتاعه جميل جدا، ينفع للدهن ينفع لكل حاجه. كيكات، حتى في السندوتشات ممكن تعملوه بطريقه جميله جدا. المهم ان اطفالنا بيحبوه بكل الطرق. تعالوا بقى نعمله بقوام كريمي كده وجميل قوي. واهم حاجة يكون الكاكاو نفسه يعني من ماركة نظيفة، كاكاو او اسباني نظيف. ما يكونش اي ماركة يعني كده وخلاص، عشان بجد بيقرش وما بيبقاش طعمه حلو خالص. دلوقتي بقى هنعمل كده المقادير بتاعتنا. المج او الكوباية او اي حاجة هنعاير بيها، يبقى هنعاير بيها كل المكونات قد بعض بالظبط. يعني مج كاكاو قد مج مية، وزيت كمان وسكر، يعني كل حاجة قد بعضها بالظبط، سواء بالجرام سواء بالمج او بالكوباية. كله قد بعضه، الاربع مكونات سكر ومية وزيت اهو، بطريقة بسيطة وسهلة جدا في الخلاط، مش في اي حاجة تاني. هنحط السكر وكمان عليه كاكاو من فوق. يبقى قلنا سكر وزيت ومية او لبن لو انتوا عايزينه، طبعا مش اقتصادي هتعملوه بلبن. انا حبيت ان انا اعمله مش مكلف كده عشان يبقى اقتصادي وسهل على اي حد يعمله. حطيت كده اهو المية والكاكاو والسكر. حسيت ان الكاكاو والسكر كان انا كنت حطاهم في طبق ازيد شوية من كمية المية، فانا زودتها شوية. حطيتهم كده في الخلاط بكل سهولة خالص. اهو الولادنا بتحب طبعا الصوص الشوكولاتة ده جدا جدا، وهو دخلنا علينا موسم المدارس. احنا ممكن نعمله بكميات ونحطه في التلاجة، بس اهم حاجة ما نأخروش كتير، يعني عشان خاطر ما يبص مننا ولا حاجة. يعني نعمل مثلا مقدار 3 ايام او 4 ايام بنفس الطريقة اللي انا عملتها دي الاقتصادية. مش هيكلفنا غير بس الكاكاو، لكن السكر موجود في البيت والزيت موجود في البيت. وحابين تعملوه بلبن طبعا هيبقى تعززوا الطعم بتاعه، وهيبقى طبعا طعمه جميل جدا ومغذي اكتر لولادنا. حابين تعملوه اقتصادي زي ما انا عاملاه كده مفيش مانع، هيبقى طعمه برضو جميل جدا زي ما انا بعمله. انا بحاول اجيب لكم طرق اقتصادية علشان تبقى سهلة عليكم ومش مكلفة في الغلا اللي احنا فيه ده. حابين بقى تعملوا بقى كيكات وتزينوها بيه، بسكوتات، اي حاجة زي ما انتوا عايزين. حابين كمان تحطوه في علب كده صغننة بتتباع دلوقتي فيها برضو نوتيلا او حاجات زي كده يعني، وبعد ما تفضى ممكن تحتفظوا بيها وتحطوا فيها لاولادكم، تحطوها لهم في شنطة المدرسة، بيبقى طعمها جميل واحلى كمان ما يجيبوها من بره. هتوفر معاكم كتير في كل حاجة. والله انا عن نفسي بعملها على طول، وبخليها عندي في التلاجة او بستعملها في وقتها على طول، ولادي بيحبوا جدا. اهم حاجة زي ما قلت لكم نوع الكاكاو يبقى كويس، واهم حاجة في ساعة اضافة الزيت يبقى الزيت يتضاف واحدة واحدة زي ما انتوا شفتوا كده. هيبقى القوام كريمي قوي ومش هيبقى خفيف طول ما انتوا بتضيفوا الزيت بالراحة كده، زي السرسوب زي ندعة المية كده. هيبقى كويس وهيبقى القوام بتاعه تقيل، لان الزيت هو مكون رئيسي يعني ان هو يبقى تقيل كده ويتقل الصوص معايا، او زي ما انتم شايفين. ولسه كمان القوام بيتقل، وكمان لما بيتحط في التلاجة بيتقل اكتر واكتر يعني بيبقى شبه متجمد كده، بيبقى بجد القوام بتاعه كريمي وحلو قوي. جربوه مش هتندموا، ولادكم هتحبوا بجد. كده خلاص خلص معايا ومش بياخد اقل من 3 دقايق ويكون خلصان. او بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا القوام بتاعه جميل ازاي، وكمان لسه ما اتحطش في التلاجة ولا لسه برد شوية. طبعا المواد كلها بدرجة حرارة الغرفة يعني، فلما بتحط في التلاجة بيجمد كمان وبيبقى حلو قوي. السكر بتاعه بقى تظبطوه زي ما انتوا عايزين. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في لايك وشير واشتراك وتعليق ايجابي كده منكم حلو يشجعني. اهو شايفين القوام كل ما بنسيبه شوية بيتقل وبيبقى جميل جدا. ممكن كمان تحطوا معلقة على كوباية لبن، هيبقى مفيد جدا. اهو شايفين
القوام بتاعه متماسك واللون كمان جميل جدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.